السلام عليكم. اكيد حصلت لك قبل كده انك داخل تشتري حاجه واحده مثلا من على امازون ولا حاجه، طلعت شاري اربع خمس حاجات وانت مش محتاج نصهم اصلا. تعال هقول لك ايه اللي بص، امازون والابلكيشنات الاي كوميرس دي بتستخدم سيستم اسمه ريكومنديشن، تفضل تظهر لك الحاجات القريبه من الحاجات اللي انت عايز تشتريها بالظبط. زي انك داخل تشتري ماوس مثلا، تلاقي هو ظهر لك ان انت الباده دي والكيبورد ده الناس اشترتها مع الماوس دي، ويقعد يظهر لك افضل شيء ممكن تشتريه مع المنتج ده. وهنا هو مش المفروض ان هو بيضغط عليك، بس هو بيقترح لك اكبر كميه منتجات عشان تشتري اكبر كميه منه. واليو اكس هنا بتبقى وظيفته انه يشيل عنك التفكير، انت بتحس انك بتختار براحتك، لكن الحقيقه ان الطريق للشراء مفروش لك ومتجهز لك من بدري. وده بينجح بسبب ان كل لما وصلت للمنتجات اللي انت داخل تدور عليها اسهل، هيبقى قرار الشراء اسرع، فالكارت بتاعتك او العربه بتاعتك جوه الابلكيشن تتملي اسرع معاك. فنصيحه، اكد بس الاول قبل ما تعمل التشيك اوت او تدفع ان دي فعلا المنتج الوحيد اللي انا داخل اشتريه، او دي المنتجات اللي انا عايزها فعلا، مش ان الابلكيشن هو اللي خلاني اشتريها اصلا. بس كده وشكرا. انا عبد الرحمن نبيل، وده فيديو من سلسله إيه اللي بيحصل.